في الأول كده لازم تبقى عارف إن مواجهة الناس بالكلام مش معتمدة بس على الموهبة، لأنها مهارة ممكن أي حد يتعلمها بكل سهولة. وعلى فكرة مفيش حد اتولد واثق ولا بيتكلم قدام الجمهور من غير ما قلبه دق أو حتى صوته اتهز. ولازم تعرف إن كلنا عدينا باللحظة دي، بس الفرق بقى بين اللي كمل وبين اللي رجع هو إن اللي كمل قرر يواجه الخوف وما يستخباش منه، زيك بالظبط كده يا بطل. علشان كده بقى خليك فاكر إن الثقة بالنفس مش حاجة سحرية بتنزل من السماء، لأنها حاجة بتتبني خطوة خطوة وبالقرار. قرار إنك تبدأ ولا تؤجل. وكمان لازم تكون واخد بالك من إن الناس مش بتدور على الكمال، الناس بتحب تشوف شخص حقيقي بيغلط وبيكمل، بيتلخبط ويضحك بس عنده شجاعة إنه يواجه. فما تستناش إنك تكون جاهز بنسبة 100% علشان تبدأ، لأنك عمرك ما هتبقى جاهز لو فضلت تستنى. وأنا بقى يا صاحبي اسمح لي أرحب بيك في الحلقة التاسعة من كورس أسرار الثقة في الكلام. فشد الكرسي بقى كده وخد نفس، وما تنساش بقى تشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش. وبالمرة سيب لي تعليق تقول إيه رأيك إيه في الحلقة دي، وحابب نتكلم عن إيه في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. واوعى تنسى بقى تفعل الجرس علشان يجيلك إشعار بالفيديوهات الجديدة. ودلوقتي بقى يلا بينا نخش على الخطوات السبعة. الخطوة الأولى معانا النهاردة هي افهم إن التوتر طبيعي جدا. في الأول كده يا صاحبي لازم تبقى عارف إن الشعور بالتوتر قبل ما تطلع تتكلم قدام الناس هو شيء طبيعي جدا ومفهوش أي حاجة، يعني لا هو عيب ولا دليل على الضعف. وده معناه إن جسمك وعقلك واخدين بالهم كويس جدا إن أنت داخل على موقف مهم، وطبعا بيجهزوك ليه. وده على فكرة شرحناه بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت من الكورس، فممكن ترجع وتجيب الكورس من أوله لو عاوز تستفاد أكتر. وأنا بقى يا صاحبي لازم تعرف إن علم النفس بيقول إن التوتر ده بيحصل لما نحس إن في خطر، حتى لو الخطر ده مش حقيقي، زي مثلا إنك تحس إن أنت هتتحاكم لو غلطت، أو الناس هتقعد تضحك عليك لو نسيت كلمة. وده طبعا سببه حاجة اسمها استجابة القتال أو الهروب fight or flight response. المشكلة بقى إننا ساعات بنفهم الإحساس ده غلط وبنبدأ نقلل من نفسنا أكتر وأكتر، وكمان نحس إننا مش قد الموقف أو إننا مختلفين عن الباقيين. بس الحقيقة بقى إن أغلب الناس اللي بنشوفهم واثقين على المسرح مروا بنفس اللحظة دي، لكن الفرق إن هم فهموا إن التوتر ده مش عدو، ده بس إشعار بيقولك ركز وخد بالك. وهنا بقى لازم تاخد بالك من ان الهدوء مش بيجي لما التوتر يخف ولا حاجة، لكن بيجي لما تعرف تتحرك وانت متوتر. ودي بقى اول خطوة علشان تبني الثقة الحقيقية بالنفس. فما تخليش بقى جسمك يخدعك، وافتكر دايما ان التوتر مش عيب، التوتر شيء طبيعي جدا. اما الخطوة التانية بقى فهي خش في الموضوع على طول. بص يا صاحبي، اول غلطة ناس كتير بتقع فيها لما يطلعوا يتكلموا قدام جمهور ان هم يفضلوا يلفوا حوالين نفسهم، او يبداوا بكلام ملوش ريحه اللازمه، زي مثلا انا اسف لو غلطت، او انا مش محضر كويس، او انا متوتر شويه. المشكله بقى ان هما ما يعرفوش ان ده بيهز صورتهم من اول ثانيه. علم النفس بيقول ان الانطباع الاول بيتكون خلال اول 7 ثواني، يعني الناس هنا بتحدد اذا كانوا هيكملوا معاك ولا لا من اول كام ثانيه بس. علشان كده بقى يا صاحبي لازم تبدا بدايه قويه وواضحه ومباشره. خش في الموضوع على طول يا صاحبي، او ابدأ حتى بسؤال مشوق او حكاية صغيرة او بمعلومة غريبة تخلي الناس كلها تركز معاك. بس اهم حاجة بقى ان انت تبعد عن الرغي الفاضي او التمهيد اللي ملوش لازمة، التمهيد اللي بيخليهم يزهقوا منك قبل ما تقول اللي عندك. وهنا بقى لازم تعرف ان التوتر بيقل اول ما تحس ان الجمهور ابتدى يتفاعل معاك، والتفاعل ده يا صاحبي مش هيحصل الا لما تحسسهم انك جاي تقول حاجة مهمة جدا، مش مجرد انك طالع تتمرن او تجرب فيهم الكلام. فاختار بقى يا صاحبي اول جملة بعناية، وخليك واثق وانطلق من اول ثانية كأنك بتكلم صحابك على القهوة. الخطوة التالتة بقى هي اكتب اللي هتقوله بايدك. بص يا صاحبي، قبل ما تطلع تواجه اي جمهور او تتكلم قدام الناس لازم تبقى مرتب دماغك كويس جدا، وده مش هيحصل الا لو كتبت الكلام بايدك انت، مش حد مجهزهولك يعني. وده لان الكتابه بالايد بتربط بين الدماغ وبين الاحساس بالكلام، ده طبعا بيثبت المعلومه اكتر جوه مخك بطريقه ما تتنسيش. وعلى فكره في دراسات نفسيه كتير اثبتت انك لما تكتب اي حاجه بايدك فانت هنا بتستخدم مناطق في الدماغ مسؤوله عن الفهم والتركيز والتذكر. يعني اللي بتكتبه بايدك دماغك بيفهمه وبيحفظه بطريقه اعمق واهدى. الكتابة بالإيد يا صاحبي هتساعدك تظبط أفكارك، وكمان ترتبها وتشيل الجمل اللي ملهاش لازمة. كمان وانت بتكتب ممكن تكتشف إن في حاجة ناقصة أو في نقطة محتاجة توضيح أكتر، وده طبعا مش هتعرفه لو اعتمدت بس على الحفظ أو الكلام العشوائي. وغير كده بقى إن انت لما تكتب بإيدك بتحس إن انت بتحضر بجد، وده في حد ذاته بيزود ثقتك قبل ما تطلع تتكلم قدام الناس. الموضوع ده يا صاحبي بيحسسك إنك ماسك زمام الأمور، وإنك مش طالع ترتجل على الفاضي، انت طالع وعندك خطة
وهدف. الخطوة الرابعة بقى يا صاحبي هي تخيل الموقف قبل ما يحصل. بص يا صاحبي، قبل ما تواجه أي موقف صعب أو جديد زي مثلا إنك هتتكلم قدام ناس لأول مرة، لازم تجرب تقعد لوحدك كده وتغمض عينك وتبدأ تتخيل نفسك وأنت واقف قدامهم وبتتكلم بكل ثقة، وصوتك واضح ونبرتك هادية والجمهور مركز معاك كمان وبيسمعك كويس. الخطوة دي يا صاحبي اسمها في علم النفس التمثيل العقلي، ودي تقنية بيستخدمها الرياضيين قبل البطولات وكمان المتحدثين قبل المؤتمرات، وده طبعا علشان يدربوا دماغهم على الموقف حتى لو لسه ما حصلش. الدماغ يا صاحبي ما بتفرقش ما بين التجربة الحقيقية والتخيلية، فانت بقى لما بتكرر كتير الدماغ بتبدأ تتعود وتطمن. يعني مثلا لما تتخيل نفسك بتتكلم وبتنجح في اي موقف، فدماغك هنا بقى بتبدأ تربط الاحساس ده بالراحة، وده طبعا بيقلل التوتر الحقيقي وقت الجد. الخطوة الخامسة بقى يا صاحبي هي بص للجمهور مش للأرض. بص يا صاحبي، من اول اللحظه اللي انت بتطلع تتكلم فيها قدام الناس لازم تبان ان انت موجود معاهم، مش تايه او عاوز تستخبى. وابسط طريقه بقى تبين الكلام ده هو انك تبص للجمهور مش للحيطه ولا للارض ولا للسقف. نظرك ده يا صاحبي بيقول للناس ان انا شخص واثق كويس جدا في اللي انا جاي اقوله. وهنا بقى يا صاحبي علم النفس بيقول ان التواصل البصري بيخلق رابط فوري بينك وبين اللي قدامك، وبيخلي الناس تحس انك مهتم بيهم وانك شايفهم كويس جدا ومش بتكلم نفسك، وده اسمه التواصل البصري. لازم بقى هنا تعرف ان التواصل البصري ده بيزود تركيز الناس معاك وبيخلي كلامك يوصل اسرع واوضح. بس هنا بقى يا صاحبي عاوزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، وهي ان انت مش لازم تبص في عين كل شخص وتحس انك داخل تتحداه، وده لان الفكرة هنا هي انك توزع نظرك على الناس بشكل طبيعي. يعني مثلا تبص للي قدامك شوية واللي على الاجناب شوية وبعدين ترجع تاني عينك في النص عادي. دي يا صاحبي حركات بسيطة بس صدقني بتخلي كل واحد فيهم يحس ان انت بتكلمه شخصيا. اما بقى لو حسيت ان انت مش قادر تبص في عين الناس فبص بين الحاجبين او على الجبهة، وصدقني يا صاحبي الناس مش هتلاحظ الفرق. وافتكر دايما ان اللي بيبص على الارض بيضيع التواصل، واللي بيبص للناس بيكسب القلوب. الخطوة السادسة بقى يا صاحبي هي قسم الكلام لفقرات. بص يا صاحبي، اكبر غلطة بيقع فيها الناس وهما بيتكلموا قدام اي جمهور لاول مرة ان هما بيحاولوا يقولوا كل حاجة مرة واحدة، كله يعني في نفس واحد. وللاسف بقى الحركة دي بتخليك تتوتر وتتلخبط وتضيع المعنى من الكلام. علشان كده بقى يا صاحبي من المهم جدا انك تقسم اللي هتقوله لفقرات او لجمل قصيره وواضحه تقدر تتحكم فيها واحده واحده. وهنا يا صاحبي بقى حابب اقولك ان علم النفس بيأكد ان المخ بيتعامل مع المعلومات المنظمه اسرع بكتير من الكلام العشوائي. يعني لما تقسم كلامك لاجزاء كل جزء ليه فكره واضحه فدماغك هنا بتبدا تهدى وبتحس ان المهمه سهله ومقسمه مش كتله واحده مرعبه. وده يا صاحبي اللي بنسميه في علم النفس تقسيم المحتوى، ومن فوائده بقى ان هو بيقلل الضغط العقلي والتوتر بشكل كبير جدا. يعني يا بطل انت مثلا لو بتشرح حاجه فقسمها كده: مقدمة بسيطة، نقطة أولى، نقطة تانية، وملخص. وكل فكرة من دول ما تزيدش عن 3 جمل مترتبين كويس جدا. وخد نفس كده ما بين الفقرات، وقف ثانية وابتسم وابدأ الفقرة اللي بعدها. الوقفات الصغيرة دي يا صاحبي مش بس بتريحك، دي كمان بتدي الجمهور فرصة يستوعب أكتر وأحسن. أما الخطوة السابعة بقى فهي يشكر الناس على وقتهم. بص يا صاحبي، في آخر كلامك كده لازم دايما تفتكر إن الناس اللي قدامك دول سابوا وراهم وقتهم ومشاغلهم علشان يجوا ويسمعوك، وده لوحده كفاية جدا عشان يخليك تقدرهم وتحترم وجودهم. وعلشان كده بقى من المهم جدا إنك تشكرهم على وقتهم واهتمامهم حتى لو كنت حاسس إنك متلخبط أو متوتر. الكلمة دي لوحدها يا صاحبي بتسيب انطباع حلو جدا عند الناس. علم النفس الاجتماعي بقى بيقول إن الامتنان ده بيفتح القلوب وبيكسر أي حاجز بينك وبين الجمهور. فأنت بقى لما بتقول للناس شكرا إنكم سمعتوني أو أنا مقدر وقتكم فده مش ضعف، بالعكس تماما، ده قمة القوة والتواضع. أما أنت بقى يا صاحبي لو لسه هنا فما تنساش تشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، واكتب لي في التعليقات رأيك إيه في الحلقة دي وحابب نتكلم عن إيه في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. أشوفكم بخير.